السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده بصاره بطريقه سهله وبسيطه وسريعه. انا معايا هنا ربع كيلو فول مدشوش، كنت نقعاه قبليها بساعه كده او ساعتين. دلوقتي يعني من ساعه او ساعتين تنقعيه. انا حطيت الميه يا دوب غطيته كده، واول ما هحس ان هو هينزل ريم كده هشيله. المكونات بقى يا حبايبي اللي هحطها عليه: بصلايه وقرن فلفل حراق وكم فص ثوم، مش اكتر من كده، وشويه خضره. انا عندي خضره هنا مفرزاها. هقطع البصلايه عليها. طبعا بصلايه هنحطها فيه، وبصلايه هنحمرها نحطها على الوش. بس بوريكم المكونات بتاعته، هي بسيطه جدا، ولو مش حابه قرن الفلفل ما تحطيش. شيل بس البذر منه. هقطع قرن الفلفل، وهنحط كام فص ثوم. الثوم طبعا ما انت بتحبي ثوم كتير او ثوم قليل. وهحط الخضره بشبت وبقدونس وكزبره، وهنسيبها بقى على نار متوسطه كده لحد ما تستوي ونكمل الشغل فيها. هنا يا حبايبي انا قطعت بصلايه جوانح كده رفيعه، هنزلها بقى على الزيت احمرها على نار متوسطه عقبال ما الفول يستوي ونعمله ونطحنه. بعد ما قطعته كده رشيته بشويه ملح علشان خاطر ينزل ميته ويقرمش كده. طبعا تعملي الكميه اللي تكفيك. انا عشان عامله ربع كيلو فول، عامله له بصلايه متحمره وبصلايه صغيره في قلب الخلطه نفسها. بعد يا حبايبي بقى ما نطحنه هتشوفوا الحاجات اللي هحطها فيه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا حمرت البصل على الهادي، والفول زي ما انتم شايفين كده استوى بسرعه لان انا كنت نقعاه. هو عامه الفول الايام دي حلو يعني يستوي بسرعه. خلاص كده انا هطفي عليه لما يهدى، او اضربه بالهاند بلندر او في الخلاط. هنا يا حبايبي الفول استوى، هحط عليه النعناع وكزبره وكمون، وهضربها بقى بالهاند بلندر. انا هنا يا حبايبي ضربتها بالهاند بلندر، ممكن تعمليها في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر تعمليها بيه. صفيت عليها الزيت بتاع التحمير، وحطيت لها الكزبره الناشفه والنعناع وشويه كمون، وحطيت طبعا الملح. هاخدها بس غلوه كده واطفي عليها واغرفها ونحضرها كده يا حبايبي. غرفتها وهبدا بقى احط البصل على الوش كده بطريقه حلوه. البصل معلم زي ما انتم شايفين، طبعا هي لسه سخنه. هنوزع بقى البصل بالطريقه اللي تحبيها، وكده خلصنا البصاره بتاعتنا بطريقه بسيطه وسهله، واكله جميله ومغذيه. يا رب تعجبكم الطريقه.